ورحمة الله تعالى وبركاته. اش غنقول لكم؟ المهم على التحضيرات ديال رمضان. كيف ما شفتوا درنا معكم الوصفه ديال الطحين اللي ديفيرونت ان تي بي، ولكن بالطريقه التقليديه القديمه جدا. ودابا غادي ندير معكم طريقتنا في تحضير العسل في الدار، وبواحد الطريقه جد سهله وما كيطلبش الوقت بزاف باش يطيب. المهم انا سبق ودرت السكر ودرت الماء، ولكن غنقول لكم درت 2 كيلو تاع السكر. ها هو 2 كيلو، 2 كيلو تاع السكر، ها هي مكتوبه هنايا 2 كيلو تاع السكر. درت فيها إترو ونص تاع الماء، بهذا القياس هذا درت إترو ونص تاع الماء. علاش إترو ونص تاع الماء؟ ما غاديش ندير اكثر، باش السكر ديالنا دغيا دغيا كيطيب، ما كيطلبش لنا واحد الوقت كبير ونبقاو معاه وشحال باش يدير. ما نحتاجو فيه لا كوكوط لا حتى شي حاجه، غير طنيجره 2 كيلو السكر، إترو ونص تاع الماء، ونخليوه يغلي. انا غادا نزيد هذاك 2 كيلو تاع السكر، دابا غادا نزيدهم وغادا نزيد عليهم إترو ونص تاع الماء. كيف انا درت 4 كيلو السكر ودرت فيهم 3 إترو تاع الماء، وغادا ندير فيهم الحامض، وغادا نرجع معكم من بعد ما يبدا الغليان. اهلا وسهلا، ورجعنا لكم مره اخرى مع وصفه اخرى من وصفات التحضير ديال رمضان. وبالنسبه للمعسلات فخدنا 2 كيلو تاع السكر. انا سبق لي هنا دابا ودرت 2 كيلو تاع السكر، ولكن رجعت وقلت اجي نتقاسم معكم هاد الوصفه. المهم درت 2 كيلو في 3 إترو تاع إترو ونص تاع الماء، 2 كيلو السكر، إترو ونص تاع الماء. وانا غادا نزيد، بما انه غادا ندير 4 كيلو، غادا ندير 2 كيلو وحدين اخرين هنايا، غادا نخويهم سمحوا لي لانني انا اتوضيت. غادا وصفات يوميات عائشة. المهم انا درت 2 كيلو وحدين اخرين، وغادا نزيد عليهم هاد الماء، وغادا نحرك حتى يذوب لي السكر. انا درت 4 كيلو، ولا وديت عندنا بزاف تاع المسائل اللي غنعملوهم بهم، دونك قلت ندير ان سول فوا العسل ونخليه، راه ما كيخسرش ان شاء الله بحول الله. ندوزو به الوقيته ديالنا كتشوفوا هكا، خاطر راه دي الطريقه الصحيحه ديال العسل باش ما يتسكرش لكم، ما يتحجرش، ما يوليش واخا يبقى عام راه كيبقى عسيله، ما كيتسكر، ما كطرا فيه حتى شي حاجه. انا دابا غادا ندوز ندير فيه واحد الحامضه، عصير تاع حامضه، وحامضه القشور ديالها، يعني من غنعصرها هذوك القشور ما غاديش نلوحهم، غادا نديرهم فيها باش حتى هما يطلقوا ديك لاسيديتي ويعاونوا لينا السكر ديالنا باش يتطلق دغيا ويحمر. المهم هاد الطريقه ما كتطلبش الوقت بزاف، غادي نرجعوا بعد ما يكون العسل ديالنا واجد ان شاء الله. وعدنا معكم حبايبنا بعد ما طاب لينا العسل ديالنا. ها هو كيفاش كيكون القوام الاخير ديالو، كيكون على هاد الشكل هذا. المهم انا راه نسيت حتى خديت النص ديالو باش خدمنا، عاد تفكرت بانني ما صورتوش باش نكمل الفيديو. ايوا ما كاين باس. المهم ها هو، هذا هو القوام ديالو، خاصو يكون خيط واحد. وغير على فكره بان هاد الطريقه هذه، هاد السكر كيبقى بحال هكا، هاد العسل هذا اولا العسيله كتبقى بحال هكذا تقريبا عام كامل، ما تسكر يعني ما تكريستاليزي، ما كيطرا فيها والو. يعني تكون غير ملي تكونوا تخدموا نتوما بالعسل ما ديروش كلشي، باش هذاك اللي بقى ما تعاودوش ديروه مع هذا،
دائما تكونوا تزيدوا جديد على القديم، وعمركم ما تخلطوا القديم يعني اللي خدمتوا به مع هذا اللي باقي ما مستعملينوش، باش هكاك ما يدخلش فيه الزيت ويتاكسد، واللي يعني فيه ديك البنه ديال الزفوريه ديال الزيت ومسنن. المهم هذه غير افكار، والحامض راه كيبقى فيه وكيبقى محافظ عليه. هاد سميتو عليه واخا راه كتشوفوهم صافي راه ولاو كونفي، مي كيبقى محافظ عليه المده اللي كيبقى كامل. ديروه في قرعه الزاج او في سيستال ديال البلاستيك محكم، يعني السدان يكون السدان ديالو محكم صافي، وراه يبقى عندكم ان شاء الله واحد المده طويله. انا هاد العسل يعني ما كيخطانيش، كنديرو مره ولا جوج في العام، ما كيخطانيش، كنقدر ندير به المعسلات ديالي كلهم، ويعني واحد وما كيطلبش الوقت في الطياب ديالو. انا كما وريتكم، وانا كنت درت الطريقه ديالو قدامكم. مهم جربوا ردوا لنا الخبر ان شاء الله. وهاد العسيله هذه غادي نخدموا بها ان شاء الله المعسلات ديال رمضان، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه. ونتمنىكم تجربوا هاد الوصفه وتعطيونا التعاليق ديالكم في قناه يوميات عائشه، وخليناكم في امان الله، والى فيديو اخر باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.